التوازن بين الطموح والصحة النفسية السر الحقيقي للنجاح. أهلا بكم، معكم نانسي شعبان في الحلقة الثالثة من بودكاست نقطة تحول. والنهاردة هنتكلم عن موضوع لو مسكناه صح حياتنا كلها هتتغير للأحسن. طيب ايه هو الموضوع؟ ازاي نوازن بين الطموح اللي بتخلينا نجري ورا أحلامنا وبين الصحة النفسية اللي بتخلينا نكمل المشوار واحنا مرتاحين؟ كتير مننا فكر ان النجاح لازم يكون جهد متصل، ضغط مستمر، سهر طول الليل عشان نوصل للي احنا عايزينه. بس هل ده حقيقي؟ هل لو ضغطنا على نفسنا طول الوقت هنعرف نوصل للنجاح اللي احنا عايزينه؟ الحقيقة ان التوازن هو المفتاح للنجاح، مش سباق سرعة. النجاح مش ماراثون، محتاج قوة وإدارة وصحة نفسية علشان تقدر تكمل المشوار. طيب خلينا كده نعرف ازاي ممكن نوازن بين الطموح والصحة النفسية عشان نعرف نكمل المشوار بتاعنا. ويلا بينا نبدأ. أول نقطة، اعرف حدودك. القوة مش انك تفضل طول الوقت شغال. أول خطوة في الطريق انك تفهم انك مش سوبرمان. خليك عارف ان احنا بشر، عندنا طاقة محددة، عندنا قدرة لازم نحترمها. لو بتضغط على نفسك طول الوقت النتيجة مش هتبقى انك ناجح اكتر، بالعكس هتلاقي نفسك تعبت، مش قادر تستمتع بأي حاجة، بتنهك نفسيتك قبل جسدك. التوازن بيبدأ من هنا. اعرف امتى تشتغل بكل قوتك، واعرف امتى تاخد خطوة لورا وترتاح. نيجي لتالت نقطة، حدد أولوياتك. مش لازم تعمل كل حاجة في نفس الوقت. في وسط السعي بنلاقي نفسنا بنجري ورا كل حاجة، بنشتغل مليون حاجة في نفس الوقت، والنتيجة ايه؟ ضغط نفسي ورغبة مستمرة في إنجاز أكتر، بس على حساب راحتك النفسية. هل فكرت قبل كده ايه أهم حاجة حصلت لك في حياتك؟ ايه الحاجة اللي لو ركزت عليها هتفرق بجد؟ خليك صادق مع نفسك، ورتب أولوياتك واشتغل بذكاء مش بعشوائية. طيب نيجي للنقطة التالتة، خلي عندك وقت للراحة، لأنك تستحق تبقى مرتاح مش دايما مضغوط. عارف الإحساس لما تحس إنك لازم تفضل شغال على طول، كأن الراحة دي حاجة غلط انت بتعملها. والحقيقة إن الراحة دي مش رفاهية، الراحة هي الوقود اللي بيخليك تكمل الطريق بطاقة أكبر. حتى لو بتحب الحاجة اللي بتعملها لازم تدي نفسك وقت تهدي نفسك فيه، حتى لو كان مجرد قعدة في مكان هادي، أو تمشية بسيطة، أو حتى إنك تفصل من الدنيا أو تستمتع بلحظة سكون. الراحة مش ضعف، الراحة ذكاء. نيجي للنقطة الرابعة، ابني روتين صحي. جسمك وعقلك مش منفصلين، نجاحك مرتبط بصحتك. لو صحتك بدأت تتعب حلمك هيبقى أصعب. فكر كده، هل انت بتنام كويس؟ هل بتاكل كويس؟ هل جسمك بياخد الحركة اللي محتاجها؟ الحقيقة ان كل ده بيأثر عليك اكتر مما تتخيل. علشان تفضل شغال بكفاءة وتنجح في اللي انت بتعمله لازم يكون عندك روتين صحي يديك القوة النفسية والجسدية علشان تكمل المشوار. نيجي للنقطة الخامسة، وبالنسبة لي النقطة المهمة، احكي. ما تشيلش كل حاجة لوحدك. في الوقت الضغط أول حاجة بنفكر فيها هي إننا نسكت ونواجه كل حاجة لوحدنا. بس الحقيقة إن الدعم الاجتماعي بيعمل فرق كبير جدا. لما تحس إنك مضغوط خليك مع ناس اللي بتفهمك، الناس اللي بتسمعك من غير أحكام، الناس اللي بتقدر مشاعرك.
احكي، فضفض، ما تخليش الضغط يسيطر عليك لوحدك. الحكاية مش ضعف، الحكاية قوة انك تعرف تخرج من اللي جواك. ونيجي للنقطة اللي بعدها، احتفل بالإنجازات الصغيرة. مش لازم تستنى الحاجات الكبيرة علشان تحتفل وتفرح بنفسك. كتير مننا بيستنى النجاح الكبير علشان يحس انه عمل حاجة، ولكن الحكاية ان الرحلة مليئة باللحظات النجاح الصغيرة. لو بدأنا نقدرها هنحس بفرق نفسي رهيب. كل خطوة بناخدها هي إنجاز، كل تطوير فيك هو نجاح، كل حاجة صغيرة بتعملها تستحق إنك تحس بالفخر بيها. نيجي للنقطة المهمة، اقبل فشلك، لأن الفشل مش عدوك، الفشل مدرسك. الفشل مش النهاية، الفشل هو الخطوة للطريق. كل مرة بتفشل فيها هي دي الفرصة إنك تفهم أكتر، تتعلم أكتر، تجهز نفسك للخطوة الجديدة. الناس الناجحة مش الناس اللي عمرها ما فشلت، بالعكس، هما الناس اللي عرفوا يستغلوا فشلهم علشان ينجحوا. ما تخافش من الغلط، احتضنه، استفاد منه، لأني هيكون السبب في نجاحك بعدين. الرسالة الأهم لكل واحد فينا في نهاية الحلقة دي، لازم نفكر إن النجاح مش بس الوصول للهدف. النجاح هو إنك تعيش الرحلة صح. خد وقتك، استمتع بكل لحظة، احترم حدودك وصحتك النفسية، لأنك تستحق حياة مليئة بالنجاح والسلام الداخلي. ما تضغطش على نفسك، ما تنساش الراحة، وما تخليش الطموح يبعدك عن إنك تعيش حياتك بسعادة. وشكرا إنكم كنتوا معانا النهاردة في بودكاست نقطة تحول. وافتكروا دايما، التوازن مش رفاهية، التوازن هو الطريق الحقيقي للنجاح المستدام. واستنونا في الحلقة الجاية، وخدوا وقتكم علشان تعيشوا حياتكم بأفضل صورة تستحقوها.